بيقول لك يا عزيزي ان صاحب نجمنا المصري محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي ترينت ارنولد اللي معروف بعرضياته وتصويباته الخطيره قرر انه مش كفايه عليه الملاعب، لا ده عايز يدخل عالم البيزنس ويشتري نادي من بابه. الاغرب من كده انه بيفكر يشتري نادي نانت الفرنسي اللي بيلعب فيه مصطفى محمد، يعني زميل صلاح في النادي هيشتري نادي زميل صلاح في المنتخب. واخد بالك انت من اللي بقوله ولا تهت مني؟ القصه بدات لما الصحف الفرنسيه زي ليكيب قالت ان ترينت كان عينه على كذا نادي زي سانت اتيان ولوهوفر، لكن فجاه الدفه اتجهت لنادي نانت، النادي اللي فاز بالدوري الفرنسي 8 مرات واللي صاحبه فالديمار كيتا قرر انه يتخلص منه بعد ما زهق من الصراعات والخسائر. دلوقتي ترينت عايز يشتري النادي ب 100 مليون يورو، في كلام انه عارض 140 مليون يورو، بس كيتا اللي ماسك النادي من 2007 مش هيبيعه بالساهل وعايز يرجع فلوسه بالكامل، يعني ارنولد هيبقى محتاج يقعد معاه ويتفاوض جامد جدا عشان يوصلوا لاتفاق. ارنولد مش جديد في مجال الاستثمارات، ده بيساهم في فريق فورمولا 1 الفرنسي واسمه الباين اف 1 من خلال الشركه اوترو كابيتال. شكلها كده الكرة بقت مش كفايه لارنولد وعايز يدخل في عالم الفلوس والشركات الكبيره. تخيل بقى لو ربنا سهل الامور وتمت الصفقه، ساعتها مصطفى محمد هيبقى في حته تانية وهيعمل اللي على مزاجه، بما ان رئيس النادي يبقى صديق صلاح، ويا بخت من كان المو خاله.